سلام، مكملين مع سافي. وزي ما قلنا سافي ده مجرد كالكوليتور بيعمل تحويل، ما بنثقش فيه قوي، لكن هو كويس كتول تساعدنا. برضه لسه مكملين مع الترافل بلاننج، الزوم كولز بلاننج، الميتنج بلاننج عبر الدول. وزي ما قلت لكم في البوست اللي حطيت فيه نص المساله واديتكم اختيارات، اتمنى تكونوا حليتوها واتمنى تكونوا جاوبتوا كمان صح. ان احنا هندخل من النهارده في العميق، تعريفات الجامده، علشان بعد كده هنحل مسائل اجمد من اللي احنا عملناه في المرتين اللي فاتوا. المره دي والمره الجايه هيبقى عندنا تعريفات مهمه، من ضمنها abbreviations، مصطلحات. هنشوف هنعمل ايه. هنبدا النهارده بالجوتشاز، ايه المعنى بتاعها وايه المحتويات اللي ممكن تكون موجوده فيها. التيبل اوف كونتنت للحلقه دي وللحلقه الجايه هو كالاتي: هنعرف الاول ايه هي الجوتشا، وبعدين هنعرف الجوتشا اند كومن ترابس، وبعدين بعد كده هناخد كي تيرمز، والكي تيرمز دي هتبقى بتاعت الحلقه الجايه. يلا بينا. الفخاخ، الجوتشاز هي اي تراب او تريك او حاجه بتعمل unexpected problem، مشكله مش متوقعه، حاجه بنحاول ان احنا نلحقها علشان ما تلخبطلناش جدول الرحله او تعمل لنا كونفليكت من اي نوع. فهي دي الجوتشا. جوتشاز اند كومن ترابس. اول حاجه عندنا الداي لايت سيفنج تايم، الدي اس تي شيفتس، ودي الفلايت تايمز موف باي 1 اور، يعني بتتحرك فرق التوقيت ما بين الصيف وما بين الشتاء في بعض الاماكن. تاني حاجه ذا انترناشونال ديت لاين اللي هي اي دي ال، دي ممكن تخليك في بعض الاحيان ان انت توصل بدري يوم عن اليوم اللي سافرت فيه. هنشوف ازاي. تاني حاجه بقى الريد اي فلايتس، والاولز اللي زيي هيحبوا الموضوع ده، اللي هي كروسنج ميد نايت او الارايفل نيكست داي، الديبارت ليت نايت او اللي بيحب يسافر بالليل وبعدين بيوصل في الميد نايت او تاني يوم الصبح، ده اللي بيتسمى الريد اي فلايتس. ده برضو ممكن ان تغيير اليوم ده يعمل مشاكل، خصوصا لو احنا في حجز هوتيل، حجز اوبر او اي سيرفيس موجوده في المكان اللي احنا رايحينه. رابع حاجه السيبريت بي ان ارز، وهنعرف يعني ايه بي ان ارز بس just keep it for now. والميس كونكشنز او المالتي ليج، وهنفهم برضو المصطلح ده confusion، اللخبطه اللي ممكن تحصل من ده برضو دي ممكن تخلي الدنيا مش تمام. يعني الجزئيه دي احنا هناخدها بتفصيل في التعريفات اللي جايه بتاعت الحلقه الجايه. خامس تراب معانا الديفرنت كالندرز او تايم زونز، سواء كانت بتحصل فرق ما بين الاوفسيتس يعني، او اللي هي خاصه بالسمر اند وينتر اللي هي دي اس تي زي ما قلنا قبل كده. رقم 6 الفيوتشر بلاننج ريسك، الدي اس تي نفسها او الداي لايت سيفنج تايم رولز بتاعتها بتتغير حسب وجهه نظر الحكومات بتاعت الدول، فده قرار حكومي. احنا بنحتاج ان احنا لو هنعمل فيوتشر بلاننج ان احنا ناخد انتو كونسيدريشن ان احنا ممكن نعيد البلان بتاعتنا من تاني علشان نصلح لحاجه زي كده. الايرلاين سكادجول تايمز، المطارات كلها اوقات الطيران بتبقى بالتوقيتات المحليه للمطار. خلوا بالكم انا بقول للمطار وهنشوف ليه للمطار، لان دي بقى رقم 8 في الترابس او الجوتشاز بتاعتنا، ان الايربورت كودز نفسها ممكن يحصل فيها كونفيوجن. هاي نعم ده نادر، بس ممكن يحصل فيها كونفيوجن في ايه؟ ان بعض المدن الكبيره زي المدن الموجوده في روسيا بيبقى التايم زون بتاعتها والاوفسيتس تبقى مختلفه من مطار لمطار، وخصوصا ان كانت على الحدود بتبقى مختلفه عن العاصمه مساحه كبيره. هي دي في روسيا اكتر حد يعني. الكي تيرمز الحلقه الجايه. سلام.